السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكل متابعينا متابعي قناة أخبار نادي الزمالك اليوم، ونشرة جديدة من نشرات أخبار نادي الزمالك عن اليوم الأحد الموافق 7 يناير لعام 2018. في بداية النشرة لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد. شاركنا برأيك وتعليقك أسفل الفيديو، بنسعد بجميع التعليقات وبنتابع جميع التعليقات. معنا كل جديد بيخص نادي الزمالك كل يوم بمشيئة الله، تابعونا. وأول خبر معانا النهاردة والشغل الشاغل لجماهير الزمالك الفترة الأخيرة، ورسميا مجلس إدارة نادي الزمالك بيعلن إيهاب جلال مديرا فنيا لنادي الزمالك. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طبعا هسيب الكابتن إيهاب هو يقدم الجهاز بتاعه. طبعا من الأول يعني قبل أي حاجة كابتن إسماعيل وكابتن مصر منور على الكورة. بعدين طبعا أنا مش عاوز أقول طبعا كابتن أيمن مدير الكورة وشرفنا طبعا كابتن محمد إبراهيم. وطبعا أنا مش عاوز أحكي على كل واحد بقى سيرته ذاتية، كابتن نبيل محمود أخويا وكابتن مصر، كابتن أيمن عبد العزيز، كابتن مصطفى كمال، دكتور هشام مصطفى، وانا في الاخر. وان شاء الله ربنا يسهل ونحاول نسعد يعني جمهور الزمالك، وفي نفس الوقت نعمل حاجه لمجلس الاداره اللي تحمل مسؤوليه ان احنا نبقى موجودين رغم كل الضغوط اللي هي بالنسبه لنا احنا عاديه يعني. يمكن ناقص الدكتور اسامه، هو ناقص هو في الجهاز. انا بس يعني قبل ما اختم مش انا اسيبهم هم مع بعض، بس كلهم رايحين معسكر. احمد مرتضى لأن ليه دور كبير جدا 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 من زمان قعد شهور. يعني ده نموذج ليه، يعني ربنا يمكن ما وفقوش في الانتخابات، لكن كان ليه دور كبير جدا في اللعيبه وفي وجود ايهاب معانا هنا. بشكر تامر جدا جدا، وتفضلوا بقى تروحوا انتوا المعسكر مع بعض، ربنا يوفقكم ان شاء الله. ورسالتي احنا مش هنيجي نقابل اللعيبه، احنا عندنا مدير فني وجهاز كفء. انا بس رسالتي للعيبه تاني، ابذل كل جهد عندك والتوفيق بتاع ربنا ان شاء الله. إيهاب جلال مدير فني لنادي الزمالك، وهذا هو تشكيل الجهاز الفني. أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور رسميا إيهاب جلال مديرا فنيا لفريق الكرة بنادي الزمالك. من المقرر أن يتكون الجهاز الفني المعاون لإيهاب جلال من حمد إبراهيم في منصب المدرب العام، ومعاه نبيل محمود أيضا في نفس المنصب المدرب العام، ومصطفى كمال بمنصب مدرب حراس المرمى، بالإضافة إلى استخدام الدكتور هشام مصطفى ليكون طبيبا للفريق. وتم إضافة اسم أيمن عبد العزيز أيضا للجهاز الفني باعتباره مدرب مساعد. من المقرر أن مجلس الزمالك هيعقد مؤتمر صحفي للإعلان بشكل رسمي عن تشكيل الجهاز الفني الجديد لنادي الزمالك. أولى تصريحات إيهاب جلال الرسمية عقب توليه الإدارة الفنية للزمالك. فأول تصريح له عقب توليه الإدارة الفنية للزمالك، بيأكد إيهاب جلال المدير الفني الجديد لنادي الزمالك بأنه فخور جدا بتولي القيادة الفنية للزمالك وسعيد بثقة مجلس الإدارة فيه. أكد إيهاب جلال أنه سيبذل قصارى جهده ليكون عند حسن ظن جماهير الزمالك، وأيضا حسن ظن مجلس الإدارة الذي اختاره وتحمل المسؤولية أمام الجميع. أكد إيهاب جلال أيضا أنه يقدر اعتراضات أبناء الزمالك على تعيينه كمدير فني للفريق، مؤكدا أنه سيعمل بكل جد وإخلاص لصالح الجماهير البيضاء. وبسؤاله عن الفريق ولاعبي الفريق وماذا سيفعل خلال المرحلة المقبلة، قال إن الزمالك بيضم مجموعة كبيرة مميزة من اللاعبين في كل المراكز، وأكد أنه هو بيعرف اللاعبين جيدا وبيعرف إمكانياتهم التي تؤهلهم لحصد البطولات. أكد إيهاب جلال أيضا أنه متحمل مسؤولية لقاء القمة أمام الأهلي وأنه لا يهرب من المسؤولية. إيهاب جلال يقود الزمالك في مباراة القمة. أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن إيهاب جلال وجهازه الفني الجديد هم من سيقود لقاء القمة غدا الاثنين. شدد مرتضى منصور على أن إيهاب جلال وجهازه الفني غير مسؤولين بالمرة عن نتيجة المباراة، وأكد أنه من الجنون محاسبة جهاز فني على مباراة تحمل مسؤولية إدارتها قبل 24 ساعة فقط من بدايتها، وبالتالي من المستحيل محاسبة جلال وجهازه عن نتيجة المباراة. أشاد مرتضى منصور بشجاعة الجهاز الفني في تحمل مسؤولية إدارة مباراة زي مباراة الأهلي والزمالك في مثل هذا التوقيت.
وفي نفس السياق الكابتن إيهاب جلال المدير الفني الجديد للزمالك بيقرر تحمل مسؤولية لقاء الأهلي غدا الاثنين ووضع التشكيل المناسب للمباراة من وجهة نظره. إيهاب جلال سيعقد جلسة بعد ساعات وبعد انتهاء المران المقرر له اليوم الأحد بجلسة بنبيل محمود المدرب العام للفريق من أجل تحديد ملامح تشكيل المباراة، وإن شاء الله تكون خير وتكون فتحة خير على نادي الزمالك. أول قرار لإيهاب جلال بعد توليه المسؤولية الفنية لنادي الزمالك. قرر إيهاب جلال المدير الفني الجديد لنادي الزمالك في أول قراراته الفنية ضم جميع اللاعبين بلا استثناء إلى معسكر الفريق استعدادا للقاء الأهلي. قرار إيهاب جلال بيأتي بهدف التعرف على جميع اللاعبين، لذلك بيقرر الإعلان عن قائمة مباراة الأهلي بعد مران اليوم مران الأحد. طلب إيهاب جلال أيضا من المدرب العام نبيل محمود تقرير عن حالة اللاعبين الفنية والبدنية من أجل مناقشة اختيارات التشكيل في مباراة القمة وقائمة اللاعبين التي ستخوض المواجهة الأهلي غدا بمشيئة الله الاثنين. مرتضى منصور بيدافع عن اختياره لإيهاب جلال وبيأكد إيهاب جلال مصري مش من إسرائيل. أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إن إيهاب جلال أفضل مدرب في مصر خلال الثلاث سنوات الماضية، واستغرب مرتضى منصور من الهجوم الشديد عليه وعلى إيهاب جلال، مؤكدا إنه أفضل مدرب في الوقت الحالي. وردا على ما يثار بأن الجهاز الفني للزمالك أصبح جهاز أهلاوي، قال في الاحتراف لم يعد هناك أهلاوي وزملكاوي، وأكد إنه مش جايب حد من تل أبيب، واتكلم على نغمة ولاد النادي واتكلم وبلاش النغمة ديت، احنا اخترنا جهاز بإجماع الجمهور وولاد النادي فوق دماغي رغم انهم وقفوا ضد في الانتخابات، وكفاية بقى نغمة ولاد النادي. دي كانت تصريحات مرتضى منصور بخصوص الاعتراضات عليه على تعيينه لإيهاب جلال في منصب المدير الفني. بيواصل مرتضى منصور تصريحاته انه لم يرحل اي مدرب عن الزمالك الا بطريقة ودية باستثناء الهاربين فيريرا وباتشيكو على حد قول مرتضى منصور. أنهى مرتضى منصور تصريحاته بأنه يثق في إيهاب جلال وقدرته على قيادة الفريق. أول رد فعل من نبيل محمود عقب تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا للزمالك. فأول رد فعل من نبيل محمود المدرب العام لفريق الزمالك على تعيين إيهاب جلال مدير فني للفريق، أكد نبيل محمود أنه مستمر في عمله كما هو، وأكد أنه لن يستقيل من مهمته في الفريق احتجاجا على قدوم إيهاب جلال للقيادة الفنية للفريق. اتكلم نبيل محمود في تصريحاته وأكد أنه ابن من أبناء نادي الزمالك، وأن الزمالك بيته وبيخدمه في أي موقع ولا مانع من رحيله إذا رأى مجلس الإدارة أن رحيله في مصلحة الفريق. وعن الكلام المتداول عن رفضه إيهاب جلال وبقائه في الجهاز الفني وإنه وافق على استمراره مع الفريق في منصب المدرب العام مناصفة مع حمد إبراهيم، اتكلم نبيل محمود وقال إن بخدم الزمالك في أي مكان ومع أي شخص ولا تعليق على هذا الكلام. تمنى نبيل محمود في نهاية تصريحاته التوفيق للجهاز الفني الجديد وهو معهم لعمل شيء بيسعد جماهير الزمالك. رسالة قوية للاعبي الزمالك من نبيل محمود. على هامش مران الزمالك الأخير بيعقد نبيل محمود المدرب العام للزمالك جلسة نفسية مع اللاعبين في إطار الاستعدادات للقاء القمة في ضمن مباريات الأسبوع 17 من بطولة الدوري العام أمام الأهلي. نبيل محمود وفي اجتماعه مع اللاعبين طلب منهم التركيز في الملعب فقط والفوز على الأهلي لسعادة الجماهير البيضاء والاقتراب من المنافسة على اللقب. قال نبيل محمود للاعبين بالنص: شغلكم داخل الملعب فقط ولا تنشغلوا بأي أمور أخرى، أنتم لاعبون داخل الفريق، جاء من جاء ورحل من رحل. وفي نفس السياق إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك بيحرص على حضور مران فريق الكرة ومتابعة المران الجماعي من أجل مساندة اللاعبين والتأكيد على دعم مجلس الإدارة لهم قبل لقاء القمة، مطالبا اللاعبين بالفوز في لقاء الأهلي. معتمد جمال يستقيل من الجهاز الفني للزمالك. معتمد جمال والذي تم تعيينه مؤخرا في الجهاز الفني للزمالك بيقدم اعتذاره الرسمي عن عدم الاستمرار في مهمته والعمل مع الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة إيهاب جلال. أكد معتمد جمال في اعتذاره على احترامه الكامل والشديد لإيهاب جلال، إلا أنه أكد في نفس الوقت أنه لا يستطيع العمل تحت قيادة إيهاب جلال، متمنيا له التوفيق. رغم العقوبة الموقعة عليه محمد إبراهيم في التدريبات. رغم العقوبة المفروضة عليه وحالته للتحقيق بسبب خلافه مع نبيل محمود المدرب العام لنادي الزمالك،
محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك بينتظم في التدريبات الجماعية مع الزمالك في إطار استعداد الزمالك لمواجهة الأهلي غدا الاثنين. محمد إبراهيم تواجد بشكل طبيعي في التدريبات مع زملائه في إطار الاستعدادات للقاء الأهلي. هاني العتال وتصريحات نارية ضد مرتضى منصور. أعرب هاني العتال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن حزنه الشديد لما وصل إليه نادي الزمالك من ترهل في القرارات وفي الفكر وفي الإدارة. هاني العتال وفي تصريحاته الغاضبة اتكلم انه لا يتحدث عن ايهاب جلال كمدرب، فهو مدرب كفء، واكد انه هو لن يتحدث عن كيفية تعيينه. وواصل العتال تصريحاته واتكلم وقال ان اول امس اقالة نبوشة، والامس تعيين معتمد جمال، واليوم تعيين ايهاب جلال ويرحل معتمد. تساءل هاني العتال متعجبا كيف يدار نادي الزمالك. وبسؤال عن علمه بأي من القرارات المتخذة خلال اليومين الماضيين باعتباره نائب رئيس النادي، اتكلم هاني العتال وقال انه لا يعلم اي شيء عن هذه القرارات المتخذة من مجلس الإدارة. تابع العتال تصريحاته الغاضبة والحزينة، قال ان هو يتمنى الا تؤثر كل هذه القرارات على فريق الكرة في مباراة القمة، ولكن كل المؤشرات بتقول بان الفريق قد يتأثر بكل هذه القرارات الانفعالية الغير مدروسة من رئيس النادي الذي اعتبر الزمالك ملكية خاصة له. هذه هي تصريحات هاني العتال. أعضاء اتحاد الكرة المصري خايفين من حضور لقاء القمة. هناك تفكير جدي لدى أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة بعدم حضور مباراة القمة المقرر لها غدا الاثنين. بيرجع هذا التفكير نظرا لخوف أعضاء اتحاد الكرة من التعرض لأي هجوم من قبل جماهير الزمالك أو جماهير الأهلي في ظل الظروف والتغيرات التي يمر بها الفريقين. كما يخشى أعضاء اتحاد الكرة من الصدام مع أعضاء إدارة الناديين بسبب حالة الشد والجذب بين الاتحاد وبين الأهلي والزمالك بسبب بعض الأمور. كان اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف القيد الشتوي لنادي الزمالك بسبب مستحقات اللاعب محمود فتح الله. بيان رسمي من نادي إنبي للتعليق على رحيل إيهاب جلال. أصدر نادي إنبي بيان رسمي منذ قليل للتعليق على رحيل مدربه إيهاب جلال للقيادة الفنية بنادي الزمالك. نفى البيان صدور أي تصريحات من إدارة إنبي تجاه نادي الزمالك، وإن نادي الزمالك ليس طرفا في أي أمور في تعاقد إنبي مع إيهاب جلال. أشار البيان أنه لا يوجد أي خلاف مع نادي الزمالك، ولكن إدارة إنبي بتلوم على إيهاب جلال بشأن عدم التزامه بتعاقده مع النادي وتصريحه للاعبين بأنه لم يعد مدربا لنادي إنبي. تابع البيان أن إدارة النادي الفنية ستذهب إلى طارق عبد الله مدرب الفريق لحين اتخاذ المجلس قرار في هذا الشأن. وكانت دي نشرتنا، نشرة أخبار نادي الزمالك اليوم عن اليوم الأحد الموافق 7 يناير لعام 2018. في نهاية النشرة لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد. معنا كل جديد بيخص نادي الزمالك كل يوم بمشيئة الله. شاركنا برأيك وتعليقك أسفل الفيديو، بنسعد بجميع التعليقات وبنتابع كل التعليقات. شارك النشرة لو حابب مع أصدقائك على الفيسبوك، على تويتر، على جوجل بلس، على واتساب، على تليجرام، على أي صفحة من صفحات التواصل الاجتماعي أو أي برنامج من برامج التواصل الاجتماعي. وإن شاء الله نكون عند حسن ظن حضراتكم الفترة القادمة. وفي نهاية النشرة سعدت بمتابعة حضراتكم، وفي أمان الله.